السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله التمرينة رقم 42 في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. احنا بنطبق البرنامج ده على فئة الناشئين من أول سن 11 سنة إلى سن 15 سنة. في شوية النقاط الهامة اللي بحب أتكلم فيها كل أول تمرينة. عايزك تركز في 3 حاجات مهمين جدا علشان تشتغل وانت رايق وتقدر تطلع أفضل النتائج. أول نقطة، ضروري أوي إن السباحين اللي معاك تكون عامل لهم كشف دوري ومطمن على حالتهم الصحية، وده طبعا هيفرق معاهم كتير جدا، لأن ما ينفعش يدي حمل بدني ولا قدر الله ممكن يكون عندنا مشكلة فيأثر علينا تأثير سيء. النقطة التانية والمهمة، ضروري أوي إن السباحين اللي معانا يكونوا عارفين ال4 عومات. ضروري أوي إن السباح اللي معاك يكون عارف يعني إيه دريلات، ومهم جدا إن هو برضو يكون عارف يعني إيه تشتغل معاه على الهاي تكنيك اللي هي الترنات والاستريمات والبريك أوت والترنات. مهم قوي برضو ان السباح اللي معاك يكون قبل ما ينزل التمرين او ياخد الوحدة التدريبية دي اشتغل معاه على نقطة مهمة اللي هي الاحماء قبل التمرين عشان نطلع افضل نتيجة معاه اثناء الوحدة التدريبية، وده طبعا هيأثر عليه تأثير كويس قوي. نتكلم النهارده عن التمرين رقم 42 في برنامج الاعداد العام. خد بالك انا كل يوم ان شاء الله بنزل لك تمرينه وبتكلم فيها عن البرنامج، ولكن عايزك تركز في نقطة مهمة، ان احنا فترة اللي هي قبل البطولة بنقسمها لفترة اعداد عام واعداد خاص، فترة ما قبل البطولة. احنا دلوقتي بنتكلم فترة الاعداد العام. ضروري قوي ان انت تطبق البرنامج ده على السباحين اللي معاك من اول التمرين رقم 1 لغاية التمرين رقم 100، وده طبعا هيساعدهم ان هم يتحسنوا بشكل كبير، ولكن لازم تركز في الدريلات، تركز في الشدة وتركز في الراحة. خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونتكلم عن تمرينة النهاردة. هي بتبقى مكونة من مجاميع أساسية، والمجاميع الأساسية بيكون داخلها مجاميع فرعية. المجاميع الأساسية النهاردة عندنا الورم أب والبري مين والمين سيت والريكفري عندنا 200، والتوتال عندنا 2000. فمهم قوي إن السباح ياخد التمرينة دي كلها لغاية الآخر. وفي نقطة مهمة قوي برضو بحب أقولها كل مرة، إن السباح ما ينفعش يطلع من المية وهو النبض بتاعه عالي او النفس بتاعه لسه ما رجعش طبيعي. لازم السباح يعمل تهدئة كاملة، وده هيساعده في ان هو ان شاء الله يكون طالع مفيش اصابات، مفيش شد عضلي ممكن يدوخ او حاجة. فلازم السباح يهدى خالص في المية وبعد كده تبدأ تطلعه. عندنا الورم اب النهاردة 400، احنا قلنا كل 10 15 وحدة. الورم اب بيختلف برضه عشان يكون السباح اكتف معاك. الورم اب عبارة عن 400، 200 حرة بيلد اب ايفن 50، يعني بغير كل 50 او بزود السرعة كل 50 متر. في الحرة 200 متر يعني رايح جاي 8 مرات، ولكن لو اشتغلنا على 50 فبنشتغل 4 خمسينات. يبقى 50 الأولى بطيئة، 50 التانية تبدأ الشدة تزيد لغاية لما توصل ل50 الأخيرة بتبقى أسرع 50 فيهم. مش عايزينها تبقى 100%، ولكن السرعة لازم تكون مختلفة، وده اللي احنا عايزين نعلمه للسباحين، امتى يشد وامتى يعوم بشويش وامتى يعوم بشدة متوسطة. بعد ما بيخلص ال200 البيلد اب يشتغل على 100 باك سموز، يعني 100 باك ايزي. سموز يعني عايم مرتاح ماسك مية، الشدة بتاعته طويلة، بيمسك مية من بعيد، بيحرك رجله بإيقاع هادي. ده طبعا بيبقى مهم جدا ان السباح يفهم شكل العومات. بعد كده عندنا 100 دريل تشويز تكنيك فوكس، يعني هيشتغل 100 على الحرة، على الباك، على البريست، على الدولفين، على المتنوع، اي حاجة بتديله 100 دريل بيشتغل العومة اللي هو عايزها. تمام، سواء عايم 100 كلها على نفس الدريل، سوري على نفس العومة، عايم ال100 مثلا كل 25 على عومة، عايم ال100 مقسمة مثلا على خمسنتين، أي حاجة العومة اللي هو عايزها. بس احنا بنركز على التكنيك. التكنيك ده مهم جدا إن احنا نركز على التكنيك بس. البريميل عندنا دي بداية أهداف التمرينة، وبيكون 200 متر عبارة عن 8 في 25 كيك ويز بورد، 95% الشدة والراحة 25. سباح بيمسك البورد بإيديه الاتنين بيكون 11، راسه بتكون برا المية، راسه طبعا ثابتة، ضربات رجلين قوية جدا. تمام، لأن 95 الشدة والراحة 25. مهم أوي إن السباح يكون جسمه ثابت ورجليه ما تكونش غرقانة ورجليه ما تكونش فوق المية، في متوسط للرجلين اللي هي ولا فوق ولا تحت. ضروري أوي إن السباح يشتغل بشكل كويس. تمام، وبنمسك له تايم في أول 25، وبنحاول نثبت له التايم ده طول المسافة اللي هي 200 متر. هنخش على المين سيت. المين سيت النهاردة عندنا 4 مجموعات عبارة عن 1200. أول مجموعة هي 12 في 50 حرة، 12 في 50 فري، واحدة ايزي واتنين فاست. الريست 40. وده مهم برضو ان احنا نعمل 50 سريعة، سوري بطيئة، وخمسنتين صراع.
50 بطيئة و50 سرعة، كده أصبح عندك 150. وانت عندك أصلا 12 في 150، فانت هتكرر القصة دي 4 مرات. يعني اشتغل 50 بطيء، 50 سريع، 50 سريع، وترجع تاني 50 بطيء، 50 سريع، 50 سريع، وهكذا. وتمسك له تايم في البطيء، تمسك له تايم في السريع، وتحاول تخلي السباح يقرب المسافات أو يقرب التايم بتاعه أو يحافظ على التايم بتاعه. وده طبعا اللي هيخليه إن شاء الله يعني مستواه يتحسن بشكل كبير. عندنا بعد كده 4 في 75 اي ام دريل اوردر الريست 30 ثانية. 4 في 75 يعني هنعوم على المتنوع، كل 75 انت بتنقل على عومة. يعني عندنا 75 على دريلات الدولفين، 75 على دريلات الباك، 75 على دريلات الحرة، سوري الباك البريست، 75 على دريلات الحرة. الريست بتاعك 30. وطبعا بنحاول نخلي السباح مادام عايم 75 يبقى كل 25 بيغير التكنيك أو بيغير الدريل. طبعا كل ما تدي دريلات للمتدرب اللي معاك كتير، كل ده مع يأهله ان هو يبقى ان شاء الله يعني فاهم العومة اكتر ومستواه بيتطور فيها. وبنحافظ على التكنيك بتاع العومة، فلما تقول له يلا يا بطل اجري ان شاء الله يطلع معاك افضل نتيجة. بعد كده المجموعة التالتة في المين سيت عبارة عن 2 في 100 بول بادلز، 25 فاست، 25 ايزي، 25 فاست، 25 ايزي. هنعمل 25 سريع، 25 بطيء، 25 سريع، 25 بطيء. البادلز يعني ماسك هاند في ايدك. تمام. بنعمل 100 دي وبنكررها تاني. بول يعني حاطط البول بوي ما بين رجليك. بادلز يعني لابس الهندات في ايدك، وبنركز هنا على حركة الدراعات. الريست بتاعك 40 ثانية. بعد كده بنخش على المجموعة الرابعة، هي السبرنتات بتاعت النهاردة. السبرنتات عندنا 4 في 25، 2 على البريست و2 على الباك مع الستارت. نوت ستارت طبعا، وقلنا التكاية بتاعت البريست بعد الشدة ونص وبعد البريك اوت. علشان تعوم سبرنت كويس قلل الجلايد على قد ما تقدر، بيبقى الجلايد بيبقى نص عدة مش عدة. النقطة التانية والمهمة إن بعد الدخول بتاع الدراعات بيكون في ضربة من الجذع، مش وسط كامل بتاع الدولفين، بس بيكون في تمدد أو ستريتشنج للجذع. ده هيساعد السباح إن هو يمسك مية أكتر، وإن هو يكون عايم فورورد أب يعني قدام لفوق. ده السبرنت بتاع البريست. بالنسبة للباك ثبات الراس مهم جدا، البادي بوزيشن مهم جدا، الرولينج بتاع الجسم ده برضو حاجة مهمة جدا. كل ده لازم السباح يراعيه وهو بيعوم سبرنتات. الريست بتاعك عبارة عن 45 ثانية بتدي فيهم نصايح للسباحين. اللي عايم كويس بتقول له عاش، اللي عنده مشكلة بتصححها له. بعد كده عندنا الريكفري عبارة عن 200 متر. انا زي ما قلت لكم قبل كده هثبتها ان شاء الله. الكول داون بتاعي افضل حاجة هي الباك بريست. خلي السباح يعوم باك بريست، بيبقى عايم على ظهره مرتاح، بيتنفس كويس، النبض بتاعه بيرجع طبيعي، النفس بيرجع طبيعي، ميطلعش السباح وهو تعبان من المية عشان ما يأثرش عليه تأثير سلبي. توتال النهاردة 2000. التمرينة مهمة جدا. التمرينة دي المفروض على 25 متر. التمرينة دي في خلال ساعة. المجاميع بتاعتك لازم كلها تطلع ورا بعض. مهم قوي تراعي الشدة والراحة مع السباحين عشان التمرينة ما تروحش منك. لو التمرينة حسيت ان هي راحت منك وما اديتهاش بشكل كويس، طبق التمرينة دي مرة واتنين، حد أقصى 3 مرات. إن شاء الله تلاقي فيها نتيجة كويسة قوي. واللي هيبين معاك النتائج كويسة هي القياسات بتاعت السباحين. خلي السباحين اللي معاك دايما تقيسلهم على الحرة، تقيسلهم على الباك، تقيسلهم على البريست، تقيسلهم على الدولفين. بس حذاري انك تقيس على تكنيك غلط. مهم قوي ان السباح يكون فاهم التكنيك اللي هو الايزي، علشان لما يعوم بعد كده سبرنت يحافظ على التكنيك بتاعه ان شاء الله يوصل لافضل النتائج. تابعني يا بطل، واعرف ان انا ان شاء الله كل يوم انزل لك تمرينة، وهتكلم فيها عن برنامج الاعداد العام لغايه لما نخلصه عشان نخش على برنامج الاعداد الخاص. سيب لي كومنت وقول لي بتمرن فئه عمريه قد ايه، الاعمار بتاعتهم ايه، القياسات بتاعتهم على ال50 وال100 وال200. واوعى تقيس على تكنيك غلط. شكرا ليكم يا شباب، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه الجايه في التمرين رقم 43. السلام عليكم ورحمه الله.